الناس اللي بنحبهم ما بيموتوش طول ما احنا لسه فاكرينهم، وده المعنى اللي ديزني قررت تحكيه بطريقتها. في 2017 ديزني قررت تعمل فيلم للاطفال اللي هم فوق ال 20 سنه زي كده اسمه كوكو. بس قبل ما ينتجوه الفريق سافر المكسيك شهور وتعاونوا مع مؤرخين وفنانين هناك عشان كل تفصيله في الفيلم تحترم الثقافه الاصليه. عشان كده الفيلم لما اتعرض المكسيكيين حسوا ان الفيلم منهم مش عنهم. كوكو مش مجرد فيلم عن ولد بيحب الموسيقى، ده عن الذكريات اللي بتحافظ على وجود الناس اللي بنحبهم. والفيلم مستوحى من احتفال حقيقي في المكسيك ديا دو لوس مويرتوس، يوم الموتى، وده احتفال سنوي بيبدا من يوم 31 اكتوبر ليوم 2 نوفمبر. ولكن الغريب ان هو مش احتفال حزين، ده عيد للحياه والذكريات. اليوم ده المكسيكيين بيؤمنوا فيه ان ارواح الاحباب اللي ماتوا بترجع تزورهم، بيجهزوا لهم بقى اكلهم المفضل، صورهم وشموع وزهور مميزه بلونها البرتقاني زي ما شفتوا في الفيلم بالظبط. وكل ده بيتحط على مائده اسمها اوفرندا، وده عشان الارواح تلاقي طريقها وتعرف ترجع للبيت. المدن في الوقت ده بتتملي بالاغاني والرقص والموسيقى، الاطفال بيلبسوا جماجم ملونه كانهم بيحتفلوا بالموت من غير خوف، وعندهم كمان حلويات مميزه في الوقت ده بتبقى على شكل جماجم سكر. في كوكو الارواح اللي نسيها اهلها بتختفي، وده بجد نفس الفكره في الاحتفال الحقيقي، اللي بننساهم بيروحوا للابد لكن اللي لسه فاكرينهم بيعيشوا جوانا. الجماجم الملونه، الكلب دانتي، الورود اللي بتنور طريقهم، كلها رموز من احتفال يوم الموتى الحقيقي في المكسيك. فلو انت اتفرجت على الفيلم ارجع شوفه تاني وانت عارف القصه بتاعته. اما بقى لو انت ما شفتوش فانت هتشوف الفيلم بعين مختلفه ومشاعر جديده. لو عندك شخص نفسك ترجع تزوره لو اليوم واحد بس، هيكون مين؟ اكتب اسمه في الكومنتس، يمكن الكلمه تفضل ذكرى زيه.